السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل فيديو جديد عظمه مليان احداث مشوقه، ولو انتم ما شفتوش المنهوه دي قبل كده فلسه في اكتر من 10 ساعات من المتعه تقدروا تشوفوهم وبعدين ترجعوا لهنا. اسيب لكم الجزء الاول في اول تعليق، ولو انت فعلا عايز تساعد اخوك تقدر تعمل لايك للفيديو وكومنت برأيك بكل صراحة. ويا سلام بقى لو تشترك في القناة لو انت مش مشترك، ده فعلا هيفرق معايا جدا. وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا في كل مكان. ويلا بينا نبدأ القصة. بطلنا بيشوف اللي في وحشين تانيين بيتقاتلوا. بطلنا بيقول ايه ده القرد المقدس الذهبي، ده أقوى وحش معروف من الفصيلة دي، ده أصلا في المستوى الثامن، ده بيوازن محارب في قمة المستوى العاشر لعالم السماء. وعلى الرغم من إن القرد اللي قدامي دلوقتي ما اكتملش نموه، ولكن ده وحش في المستوى الخامس والمرحلة المتوسطة دي، علشان كده هو أضعف بكتير من الدب. ولكن رغم كده بيستخدم تقنيات فنون القتال، وده بيخلي الملك الدب في وضع سيء. البطل بيقول المعركة دي وحشية جدا، ولكن كل لكمة من هنا بتوصل للعظام. مجرد مشاهدتي للموضوع بتخليني حاسس بالألم. وبعد مرور ساعة بيكون قتال الصقر الرعدي ضد التعبان ده بيكون خلص، ولكن بطلنا بيهجم على الصقر فجأة وبيقطع رقبته. وبطلنا بيقول في باله جوهر شيطاني ضخم، ده جوهر التعبان الصخري، أكيد مش هيكون صغير هو كمان، وباستخدام الجوهرين دول أنا هقدر أصنع كنوز ذو رتبة عالية. أنا مش هينفع أسيب بقى أجسادهم كده، كل جزء منهم دي حاجة ثمينة. وبعد كده بطلنا بيروح للقرد اللي بيكون هزم الدب الملك ومسك الجوهر بتاعه، ولكن بطلنا بيضربه قبل ما بيبلع الجوهر. وبطلنا بيهاجم عليه بالسيف الروحي، ولكن المفاجأة هنا ان القرد ده بالرغم من كل اصابته دي ولكن صد ضرب بطلنا برضه. بطلنا بيقول في باله ايه ده قدر يصد هجوم السيف الروحي ده بالرغم من اصابته الشديده. هجومي المفروض اللي هو كان اقوى من هجوم اللي هو قتل الساحر الشبحي. من حسن حظي ان القرد المقدس ده ما اكتملش الموت لحد دلوقتي. وبنشوف القرد ده وهو راح يهجم على بطلنا بقوه كبيره، وبطلنا بيستعمل سيف ال 24 كوكب وبيضرب القرد وبيخلص عليه، وساعتها الجوهره بتقع من ايده، ولكن في حد تاني بياخدها وبيقول انا السيد الشاب وين مين، انا من طائفة باجيان وانا اعجبت بالشيء ده، علشان كده انت تقدر تمشي من هنا بسرعة. وبطلنا بيقول في باله ايه شخص من طائفة رتبة تانية. بطلنا بيطلع له اللوح بتاعه وبيطلع رمز تيان شيانج وبيقول له امشي اقعد من وشي حالا. وهم اول لما بيشوفوا الرمز بتاع بطلنا بيتفاجئوا جدا وبيقولوا ايه رمز تيان شيانج. وبطلنا بيقول لهم زي هو متوقع من طائفة باجيان، طائفة من المستوى الثاني، انت لازم تمعن النظر كويس. هما بيقولوا له انت مين وليه عندك شارة تيان شيانج. وبطلنا بيقول خلي ودنك تسمع اللي هقوله كويس، انا هوانج تيان التلميذ المباشر لزعيم جناح الطائفة بايشين. وهم بيقولوا ايه هو ده اللي قتل اكتر من 80 من زمايله في التلاميذ؟ ده قاتل النجم هوانج تيان، انا ما كنتش اتوقع ان هو يكون يافع كده، وكمان ده عنده الزعيم بايشين في صفه. ده مش شخص انا ممكن استفزه خالص، من الكويس اللي احنا ما اصطدمناش بيه. وساعتها هم بيمشوا. بطلنا بيقول في باله على الاقل انت عارف مكانتك، وانا مش همانع ان انا اقتلكم كلكم، ولكن بما انك لسه فاكر بان طائفة باجيان كانت كمان جزء من حركة قتلي، فانا هسد الرباط ده غنت المرة دي. وهم بيقولوا احنا هنروح على فين دلوقتي يا سيدي الشاب؟ يا ترى هنسيب جبال الوحوش المهجورة بالفعل؟ والتاني بيقول له احنا لو رجعنا دلوقتي هنكون اضحكة الافراد العائلية كلهم، خلينا نروح ونصطاد شوية وحوش مستوى خامس، تعالوا معايا يا شباب. وهم بيقولوا هو ده سيدنا الشاب القوي، ولكن السيد الشاب اصلا بيكون متضايق وبيقول في باله هوان جيتيان انا مش هنسى الاذلال ده طول ما انا عايش، انت بس مش هتخليني اشوفك مرة تانية ولا انا كده اقتلك. وبعد كام يوم بطلنا بيكون قتل ذئب وبيقول حصاد النهارده كويس جدا، انا قتلت تقريبا كل الوحوش المحيطه بينا، خلينا نروح لمنطقه تانية. وبنشوف وحش قوي جدا تاني، وبطلنا بيقول في باله انا دلوقتي دخلت اراضي سيف وحوش المستوى السادس من غير وعي مني. وساعتها بطلنا بيطلع يجري على طول، وبنشوف السيد الشاب اللي كان بيقول على بطلنا اللي هو يقتله ده، وبيقول ايه ده ما فيش اي وحش واحد من المستوى الخامس على المدى الطويل. وزميله بيقول له طب خلينا نروح ابعد من كده، وهو بيقول له لا انا مش هتخدع بالهري ده. وهم بيفضلوا يدوروا. وبعد كده بنروح لبطلنا وبيجي الليل اللي بيكون قاعد جوه شجره، قاعد عمال بيمتص انويه الوحوش اللي جمعهم، وبيقول في باله دم تعبان الصخور المصفحه العملاقه بيحتوي على تشروح الارض والسماء، وكمان ده اقوى 10 مرات
من تعبان لحد الاسود، واستيعابها هيفيد تدريب كتير. وبنشوف بطلنا وهو بيدمج الانويه وبياخد طاقتهم، وبعد كده بيفضل يتمرن طول اليوم، وبيقول انا كده ثقلت دم التعبان اخيرا وجسمي كله بقى حاسس بالنشاط، وكمان عززت الدان السابع من تقنيات الدان التسعه، ودلوقتي انا لازم اجمع كميه كبيره من جوهر الحياه ووحوش من المستوى الخامس. انا لازم اتحرك ناحيه اللي انا اكون سيد تنقية اسلحه من المستوى الارضي. وساعتها بنشوف في انفجارات كتير في الجبل، وبطلنا بيكون جمع انواع كتير، وبيقول مع كل جوار الشياطين دي فانا هوصل لهدفي بكل تاكيد. وطبعا بطلنا بيخلص على كل الوحوش اللي يلاقيها، والسيد الشاب التاني يا عيني مش لاقي ولا وحش يقتله، وبيقول انا ما قدرتش اعثر على وحش واحد بس من المستوى الخامس. وساعتها بيهجم عليهم وحوش من المستوى السادس، وهو واصحابه بيطلعوا يجروا منهم. وبنروح تاني لبطلنا اللي بيكون قاعد عمال بيصنع في سيوف، وبيقول ده سيف تشولان، انت هتكون اول سلاح اصنعه من المستوى الارضي، وده هيتيح ليك فرصه تجربه رحله التقدم من خلال المستويات. ولكن لو انا فشلت في صنع سيف تشولان فانا مش هكون قادر ان احاول مره تانية، انا لازم انجح دلوقتي. وبعد ما عدى شهرين بنشوف بطلنا ماسك السيف بتاعه وقاعد يتمرن بيه وعمال يقطع في الاشجار، وبطلنا بيقول اخيرا عملتها، الموت ما سابش حد. سادة التكرير اللي هو بالكاد تم تمرير ارثهم، وسادة تصنيع الاسلحه نادرين جدا في شينشو، وده لحد يومنا ده حتى جناح بايشين عندهم واحد بس متوسط الرتبة. أنا قلقان اللي محدش هيتوقع وجود واحد تاني مكرر الأسلحة منخفض الرتبة من المستوى الأرضي. أنا هدفي مش بس إن أكون سيد أسلحة مستوى أرضي، ولكن انا لازم اكون سيد طفيف يقدر اللي هو يعمل سيوف روحيه. وبعد كده بطلنا بيرجع لعيلته وكلهم بيخرجوا يستقبلوه، وبطلنا بيقول انا شايف ان مستواك اتحسن كتير جدا، وده هو الخبر السار. الله صحيح، هو فين عم التالت؟ والجد بيقول له انا هقول لك، قبل 3 شهور راح عمك التالت لجبال الوحوش المهجوره علشان يدور على اعشاب روحيه، وكان من المفترض اللي هو يرجع الشهر اللي فات، ولكن هو لسه ما رجعش. انا قلقان اللي ممكن يكون حصل له حاجه. وبطلنا بيقول ايه، وطبعا بيقلق عليه جدا، وهم بيقولوا له عمك التالت خبير في النظم، وكمان اترقى في مستواه بالفعل للمستوى الثالث من عالم الارض، وقادر اللي هو يستخدم تشكيلات المصفوفه علشان يصطاد وحوش مستوى خامس، واحنا بس قلقانين اذا كان هو التقى بمحاربين تانيين واتعارك معاهم. بطلنا بيقول انا التقيت بناس من طائفه باجيان في جبال الوحوش المهجوره، يا ترى ممكن يكونوا ليه علاقه بيهم؟ والاب بيقول دلوقتي بعد ما ذكرت الموضوع ده فالوارد ان ده ممكن يحصل فعلا. والجد بيقول له احنا لما هربنا للمنطقه الشماليه كانت طائفه باجيان حطت مره اشعار مطلوب علينا، وكان وش عمك التالت فيه، انا قلقان يكونوا اتعرفوا عليه بالفعل. والاب بيقول له يا تيان لو كان ده صحيح فانت عارف اللي المفروض تعمله مش كده؟ وبطلنا بيقول له ما تقلقش، انا لسه مش قوي بما فيه الكفايه علشان اواجه شوان جي، ولكن انا مش هينفع اسمح للشائعات اللي هي تنتشر بما اننا قاعدين في المنطقه الشماليه. انا مش عايز حد يشوفنا، فاحنا مش عايزين نقعد نجري للنجاة حياتنا مره تانية، ولو حد مثل تهديد لعيلتي فالمفروض اللي انا اقتله. وبطلنا بيقول لهم انا هروح والاقي العم التالت. والجد بيقول له ازاي بس هنخليك لوحدك المره دي؟ وبطلنا بيقول له ما تقلقش، وكمان لسه ما تمش حل الوضع الخطير لعيله وانج لحد دلوقتي، علشان كده المفروض يكون عندنا عدد كافي من الناس في حاله حدوث حاجه. ما تقلقش يا جدي، احنا ممكن نتعامل مع الموضوع، وانا هتعامل في موضوع البحث ده لوحدي. انا هروح دلوقتي لجبال الوحوش المهجوره. وبطلنا لما كان هيمشي ابوه بيقول له خلي بالك على نفسك وابذل كل جهدك وخليك حذر. وبطلنا بيقول له حاضر يا بابا، وهو بيروح علشان يشوف الاخت تشاو، وهي بتفرح جدا لما بتشوفه وبتروح تحضنه تاني وبتقول له اخ تيان انت هنا فعلا، انا فعلا افتقدتك. وهو بيقول لها يا سخيفه انا اشتقتلك برضه. وبعد كده طبعا بطلنا بيكون مبسوط بيها، ولكن بينزف مره تانية، وهي بتلاحظ ده وبتقول له اخ تيان هو انت اتاذيت؟ هو انت ليه بتنزف تاني؟ وبطلنا بيقول لها انا بخير ما تقلقيش. وهي بتقول له خليني اقول لك شويه اخبار كويسه، انا انتهيت دلوقتي من ثقل حبه دواء من شانها اللي هي تطور مستوى تدريب الاسره للمستوى الثالث من عالم الارض. بطلنا بيقول لها ايه بجد؟ ده رائع جدا، انت اشتغلت بجد جدا يا تشي، انت منقذه عيلتنا، انا فعلا مش عارف ازاي ارد لك الجميل ده. وهي بتقول له احنا عيله واحده، مين بس بيكترث للمواضيع دي؟ لو كان ممكن ان انا اقضي كل يوم مع الاخ تيان فانا راضيه تماما. وبطلنا بيقول لها انا بوعدك اللي احنا هنكون مع بعض للابد. وهي بتقول له اخويا تيان انت الافضل. وساعتها هو يعني ما بيستحملش
وبقول لها انا لازم اروح دلوقتي لجبال الوحوش المهجوره، انا همشي بكره. وهي بتقول له يا اخويا تيان انا هاجي معاك. هو بيقول لها بس الموضوع هيكون خطير لو جيتي. وهي بتقول له انت كذاب يا اخويا تيان، هو انت مش قلت ان احنا هنفضل مع بعض للابد؟ وبطلنا بيقول لها انت اسأت الفهم، انا بس قلقان على سلامتك وعلشان كده انا مش عايزك تيجي معايا. وبطلنا بيقول لها قبل ال3 شهور راح العم التالت لجبال الوحوش المهجورة علشان يلاقي شوية أعشاب روحية وما رجعش لحد دلوقتي، وأنا قلقان اللي يكون حصل له أي حاجة، علشان كده أنا لازم أروح علشان ألاقيه، والمكان ده خطير جدا وانا مش عايز اخاطر بوجودك معايا. وهي بتقول له علشان كده انا ما شفتش العم التالت الايام دي خالص، وانا سالت العيله عده مرات وقالوا كلهم اللي هو بره علشان الشغل، علشان كده كان من الضروري اللي احنا نلاقي اعشاب روحيه، وده علشان نساعد في تطوير المستوى، ونظرا لانك رايح لمكان خطير فالمفروض يكون ده مزيد من الاسباب اللي تخليني اجي معاك. وبطانه بيقول لها احنا ما نعرفش ايه اللي ممكن العم التالت يكون حي اصلا ولا لا، انا مش عايز يحصل لك اي حاجه والا انا هكون متحطم القلب. وهي بتقول له انا كمان عندي سبب تاني علشان اروح لجبل الوحوش المهجوره ده، وده علشان الاقي عروق التنين. وبطنها بيقول لها ايه، هو في عروق تنين في جبل الوحوش المهجوره؟ وهي بتقول له ده صحيح، انا وصلت تدريبي لقمه عاليه وانا دلوقتي محتاجه كميه كبيره من اللي تشيل الموجود في عروق التنين علشان تساعدني على اختراق لعالم الارض، وكمان عايز اكون اقوى، وده علشان اقدر احمي الاسره يا اخويا تيان. وبطنها بيهزر معاها وبقول لها يا بنت يا سخيفه انا راجل وليه اصلا احتاج لبنت اللي هي تحميني؟ مش كده المفروض ان العالم كله هيضحك عليا؟ وبطنها بيقعد يهزر معاها وهي بتقول له انا مش بنت صغيره دلوقتي، انا جزء من العيله. يا اخ تيان من فضلك خدني معاك، خلينا نروح علشان ندور للعم التالت مع بعض. وبطنها بيقول صحيح هي ما بقتش طفله بالتفكير في المره الاولى اللي انا شفتها فيها. بطنها بينزف تاني وهي بتقول له ايه مالك، وهي بتقعد تقلق عليه وبتقول له انا ازاي بس ممكن اسمح لك انك تروح لوحدك في الحاله دي، انا فعلا بصر ان اجي معاك. ويا عين البنت دي بتكون بيضه خالص وقلقانه على بطنها من سبب ما ينفعش تقلق عليه. وبطنها بيقول لها خلاص خلينا نروح سوا، وبطنها بيسحب كرسي وبيقعد معاها وبيقول لها ايه قصه عروق التنين دي؟ وهي بتقول انا سمعته من ابويا لما انا كنت صغيره، ده بيطلق عليه كمان اسمه جوهر وريد التنين او جوهر وريد الارض، وليه تاثير بيساعد كل محاربين عالم الارض على الاختراق، وده هو سر عيلتنا اللي محدش عارفه يا اخويا تيان. احنا لو قدرنا نلاقي عرق التنين ده، ويا سلام بقى لو كان كبير بما فيه الكفايه، فانت كمان ممكن تخترق للمستوى الثالث من عالم الارض في ليله. وبطننا بيقول في باله ايه هو ده بجد، ولكن هي بتنام فجأة وهو قاعد. وبطننا بيقول ايه هي نامت ازاي كده، دي فعلا اشتغلت بجهد. وبطننا بيشيلها يحطها على السرير وبيقول لها نامي كويس يا بنت يا سخيفة، وساعتها بيبصها من دماغها وبعد كده بيطلع لأهله وبيقول له يا جدي يا بابا يا ماما يا عمامي انا اروح مع تشي لجبال الوحوش المهجورة. والجد بيقول يا تيان اعتني بتشي وخليك حذر. والاب والام مبسوطين طبعا علشان ابنهم هياخد تشي معاه، وساعتها بطننا بياخد تشي وبيقول لهم انا همشي دلوقتي، وهو بيطير بالاجنحه بتاعته. وبنشوف حد بيقول انا لقيته، وبنشوف بطننا وهو حاطط رسم سهم، وبطننا بيقول دي علامه تشكيل نظم تركها العم الثالث، خلينا نتبع علامات السهم دي علشان نعثر عليه. وتشي بتقول له ماشي، وهما بيتمشوا في الغابه. وبطننا بيقول هي ليه جبال الوحوش المهجوره دي عندها كتير من عروق التنين؟ يا ترى اراضي شين شو مش متبقي لها اي حاجه؟ والبنت بتقول له وفقا لاقوال ابويا فشين شو عندها عروق تنين، ولكن الكميه ضئيله جدا ومعظمها تم اكتشافها واستخدامها بالفعل من قبل الملوك السابقين. وبتختلف بقى جبال الوحوش المهجورة عن شينشو، ونادرا لما بيتم لمس عروق التنين هنا. وبطنة بيقول ايه ترى ده ممكن يكون بسبب لوردات الوحوش، وهي بتقول له ممكن، بس نظرا لان جبال الوحوش المهجوره غنيه بروح التشي بتاع السماء والارض، ففي قله قليله من الناس اللي بيجوا هنا، وفي كتير جدا من الاعشاب الروحيه رفيعه المستوى، ده حتى اعشاب الروح الملكيه بتنمو هنا، ده في كمان كتير من الوحوش القويه موجودة في المكان، وكل ده بسبب عروق التنين، وهي عديمة الشكل وفي بعض الأحيان بيتم دفنها في عمق الأرض، ممكن حتى تطفو في السماء، وساعتها لما بيتم دفنها في الأرض بيطلق عليها عروق الأرض، وفي المكان اللي بيتدفن فيه بتنمو حجارة روحية، علشان كده بيطلق عليها كمان عروق الروح، وكمان اللي هي كمان الجوهر بتاعها بيكون هو المنتج وهو الأكثر قيمة بالنسبة لمتدربين عالم الأرض، وهو كمان اللي نشأ في عالم الأرض أصلا. بطننا بيقول نظرا لأن عالم الأرض مرتبط بعروق الأرض، فترى بيرتبط عالم السماء بعروق السماوية. وبتقول له صحيح، ممكن
ممكن لمحاربين المملكة السماوية امتصاص جوهر العروق السماوية اللي هي أصلا مكررة، وده علشان يكونوا أقوى. ولكن العروق السماوية غير مرئية وبتطفو عاليا في فراغ السماوات التسعة، ومع عدم وجود شكل ولا أثر ليها فمن الصعب جدا اللي احنا نعثر عليها. حتى لو لقاها السماويون فمش هيقدروا أصلا إن هم يلاقوها ولا حتى يشوفوها، وممكن هم يقدروا بس يحسوا بالتشي بتاعتها. ولو ما كانوش قادرين على التتبع المصدر بتاع جوهر العروق السماوية ده مش هيكونوا قادرين اللي هم يستخدموها أصلا. وكمان محدش شاف غير عدد قليل من الناس هم بس اللي شافوا عروق السماوية دول، ولحد دلوقتي هم بقوا كلهم ملوك. بطلنا بيقول زي ما هو متوقع فينشي من نسل الملك شيولينج، وإرث عيلتها موجود من 1000 سنة، علشان كده هم عارفين كتير جدا. وعلى الرغم اللي أنا كمان بنتمي لعيلة من الدرجة التانية، ولكن الفجوة بين معرفتنا كبيرة جدا. وبطلنا بيقول لها يا ترى هم بقوا ملوك بعد لما لقى العروق السماوية وامتصوها؟ وهي بتقول له لا مش بالضرورة، ولكن في الوقت ذاته هم بقوا ملوك في الوقت اللي بعده. ولكن عثورهم على العروق السماوية ده خلاهم اصلا محظوظين جدا، وهم ما يقدروش يحددوا موقع الجوهر السماوي تماما، علشان كده يقدروا يسكلوا استيعابه لفتره صغيره. ولكن ملكين بس كانوا قادرين اللي هم يعملوا كده. ممكن اللي تشيل فطر الخاص للملك شويلونج اللي هو يحس بوجود عروق التنين، وكمان الملك دي عنده تنمية البصر الملك للعرف الأرضي، علشان كده يقدر اللي هو يشوف العروق الأرضية عديمة الشكل المدفونة في الأعماق. وقدر الملكين دول اللي هم يستوعبوا عروق التنين المكررة، وبكده كانت قوتهم كبيرة جدا. وده بالنسبة للملوك السابقين. وبطلنا ساعتها بيقول في باله العروق السماوية نادرة جدا وبيصعب العثور عليها، وعروق الأرض مدفونة بعمق وكميتها أكبر شوية، وبينتقل إرث الملك شولونج عن طريق الدم. حتى مش هيتمكن الناس التانيين اللي هم ياخدوه. ولكن لو انت قدرت تحط ايدي على إرث الملك دي لينج فهيكون كل عروق الأرض اللي موجودة أنا ممكن أخدها وهتكون ملك ليا. وبطلنا وهو ماشي سرحان في علامات الأرض والكلام ده كله بيلاقي علامة تالتة للعم التالت، وبقول إيه ده هو كان هنا. وساعتها بينطلق علشان يلاقيه، ولكن تشي بتحس بحاجة وبتقول له خلي بالك يا أخ تيان، وبتفعل قوتها. وبطلنا بيلاقي وحش في وشه، ولكن تشي بتغمره بقوة المية. وبطلنا بيستخدم سيف الروحي اللي من المستوى الأرض وبيقطع الوحش النصين. وتشي بتجري تطمن عليه وبتقول له وانت بخير؟ وبطلنا بيشكرها وبيقول لها يا تشي انا كنت هتعرض لكمين دلوقتي وانت اللي انقذتيني، بس يا ترى انت كمان بخير؟ وهي بتقعد تضحك وبتقول انا شكلي كده اني جيت معاك كان هو الخيار الصائب. وبعد ما بيتمشوا بطلنا بيقول لها يا تشي انا مش قادر اصدق انك انت وصلت لمستوى الارض بالسهوله دي. أنا اضطريت إن أنا أطلب المساعدة من سيدي علشان أتقدم بشكل تدريجي. وهي بتضحك وبتقول له كل ده بفضل عروق التنين. وساعتها وهم ماشيين بيجي وحش شيطاني بيهجم عليهم، وبتقول له أخ تيان خلي بالك. وهو بيقول إيه ده وحش من المستوى السادس. وبيقول لها ما تقلقيش أنا هعتني بيه بعد التدرب لمدة ليلة، أنا قادر أعمل شوية إحماء عليه. وساعتها بطلنا بيستخدم قوة الرعد وفي ثانية بيكون مخلص على الوحش ده، وبعد كده بيمشوا هما الاتنين. وبطلنا بيشوف العلامات، ولكن بيقول في باله ايه ده بتختفي علامات العم الثالث من النقطة دي وبعدها. وبيقول لها تشي خلينا نفترق وندور على وجود اي تلميحات تانية حوالينا، خلي بالك وما تبقيش عني كتير. وهي بتقول له حاضر. وفعلا بيقعدوا يدوروا، ولكن شي بتلاقي ايد مرمية على الارض وبتنادي على الاخ تيان. ساعتها بطلنا بيلاحظوا بيقول ايه ده خادم عيلة هوانج، ده كان اسمه هوانج آن، وهو واحد الخادمين اللي كانوا بيرافقوا العم التالت لهنا. وبطلنا بيقول ده هرب معانا بأمان من المنطقة الغربية لحد مقاطعة بايمو، وهو جه في الآخر علشان يموت هنا. أيا كان اللي عمل كده فهو قاسي جدا، ولو حصل أي حاجة للعم التالت فأنا لازم أخلص عليهم كلهم. وتشي بتقول له معذرة يا أخويا تيان، بس قبل ما نمشي اتطور مستوى العم التالت للمستوى الأول من العالم الأرضي، بالإضافة لده مهارات صب مصفوفة العم الثالث وصلت للكمال، علشان كده المفروض اللي هو يكون كويس. بطلنا بيقول لها انا بجد نفسي ان العم الثالث يكون بامان، ولكن بطلنا عمال يبص على بقع الدم اللي على الارض وبيقول اكيد الشخص المصاب فر الأعماق الغابة. وبطلنا بيقول المفروض اللي دي تكون معركة كبيرة حصلت قبل أيام قليلة،
ومفروض اللي هو ما يكونش بعد المصاب ده كتير، وبغض النظر عن هويته فاحنا هنعرف اللي حصل بمجرد لما نلحقه. احنا اكيد لسه قادرين اللي احنا نلحقه، وفعلا بيمشوا هما الاتنين بسرعة. وبعد كده بطلنا بيقول بعد المطاردة لوقت طويل احنا ما اكتشفناش اي ادلة، ده احنا ممكن اللي احنا رحنا في الاتجاه الخاطئ. وبتقوله ده برضه محتمل، ولكن احنا مش هنقدر ندور بشكل اعمى بعد كده، فده مش هيجدي اي نفع خالص. احنا لازم نرجع للطريق الاصلي ونتوجه للاتجاهات الثلاثه واحد ورا التاني. وبطلنا بيقول جبال الوحوش المهجوره كبيره جدا، ممكن اللي احنا نضيع بسهوله، علشان كده شكل دي هي الطريقه الوحيده. وساعتها بيسمع واحد بيقول يا يون شياو، انت اللي من طائفه باجيان، انت لازم تبعد عن طريقي. وساعتها بطلنا بيقول ايه هو تاني. طبعا البنت مستغربه، وبنسمع حد بيقول احنا قتلنا مجموعه من الوحوش بتاعه المستوى الخامس في ال3 اشهر اللي فاتوا، وحصلنا كمان على شويه اعشاب من مستوى الارض قبل شهر، وصادفنا بو يوين شاو وقررنا ننسحب، ولكن هم كانوا طماعين. وفي لقائنا التاني بوي كان عايز من اللي احنا نسلم كل الغنائم بتاعتنا، وطائفة باجيان هي اصلا حطتنا في قائمة المطلوبين، ولكن مضى كتير جدا من الوقت، علشان كده ما اعتقدتش اللي هم هيتعرفوا علينا. ولكن انا عارف ان هويتي مش بالكبيرة، علشان كده انا مش عايز استفز طائفة باجيان، وانا اديت كل حاجة معايا ليو وين شيان باستثناء نبات وتر التنين اللي هو ذو 900 سنة. وبطلنا بيقول ايه نبات وتر التنين ذو 900 سنة، وتشي بتقول ممكن لنبات وتر التنين ذو 900 سنة ده اللي هو يتحسن بشكل كبير من تعافي وتر العم شوان واستعادة مستوى تدريبه لذروة علم الأرض. وساعتها هو بيطلع لها النبات ده، بيقول لها يا تشي خد النبتة بتاعت وتر التنين دي، وهي بتقول له ما تقلقش يا عم التالت، أنا هحرص اللي أنت تتعافى بسرعة. وساعتها هو بيكون مبسوط. وبطلنا طبعا متضايق ويقول بس بسبب نبات وتر التنين ذو 900 سنة ده كان عايز يو وين شياو اللي هو يقتل العم التالت. والعم التالت بيقول للأسف ده فعلا عار بقى هوانج يحصل فيها كده، أنا يتبعوني في السر، ده حتى الخادمين بتوعي كانوا معايا من وقت طويل وهربوا معايا ساعتها، ولكن دول ماتوا في الاخر. وطبعا بطلنا لما بيسمع كده بيتضايق جدا، وبيقول لو كنت اعرف اللي هيحصل ده كنت قتلت يوين شياو ده اصلا. والعم التالت بيقول له يا تيان انا قلقان من ان يو شياو يتعرف عليا، انا لما دخلت جبال الوحوش المهجوره كنت عملت كتير من المصفوفات، وكمان هم علقوا فيها وما يقدروش اللي هم يهربوا، وكنت قلقان يتعرفوا على هويتي، علشان كده استخدمت اسلوب عائلة شوان السري علشان اقتلهم كلهم مرة واحدة. ولسوء الحظ اتعافى مستوى تدريبي للمستوى الاول من عالم الارض بس، علشان كده انا قدرت اقتل واحد منهم. وللاسف لو تم كشف عن هويتي فانا قلقان ان انا اجلب كارثه على الاسره، وساعتها ده هيكون سبب هلاك العيله. وهنا بيكون خلص الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. اكتبوا لنا رايكم وتوقعاتكم في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتش في القناه هنا في قناه منهوات فياريت تشترك، والقناه بتاعت منهوات هتلاقيها في اول كومنت. يلا مستني ايه يا صاحبي؟ ويا ريت تنضموا لجروب التليجرام، هناك هننزل لينكات القصص كلها بالترتيب، وكمان لو في منهوة عايزين نعملها فابعت لي على الانستا، وده برضه هتلاقيه في اول كومنت. وفي الاخر عايز اشكركم على دعمكم الجبار ليا، ودمتم سالمين، يلا سلام.